عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات امان الله. وصفه راح تاع نهار اليوم راح تكون تدبيره سهله وسريعه وكامل الناس تقدر ديرها. هذه الوصفه نحتاجوها لعلاج لثه الاسنان، علاج روائح الفم الكريهه، كامل واش يخص الفم نحتاجوها في هذه الوصفه. مكوناتها بزاف سهله وموجوده في كل بيت. تحتاج اول شيء ضروري القارص عنده ريحته بزاف هايله في الفم ويعالج يعني لاسيد اللي فيه راح تعالج كامل الميكروبات الموجوده في الفم. العسل غني عن التعريف، ما نقدروش نهضروا عليه، هو فوائده بزاف كبيره. الزنجبيل هذا الاخضر، انا جبت هذا الاخضر واليابس. نحتاج الخزامه ايضا تعالج الفم، خاصه اللثه اللي تكون تسيل بالدم، يعني نستعمل ولا اللي يكون فيها الهواء نستعمل الخزامه. حبه البركه القرنفل نحتاج ملعقه كبيره تاع القرنفل وملعقه كبيره تاع الخزامه وملعقه صغيره من السانوج او حبه البركه. ثاني المواد اللي عندي كامل اغنياء على التعريف، كامل الناس تعرفهم وفوائدهم بزاف. هنا نحط ما يغلي، بعد ما يسخن الماء تاعي يعني قبل ما يبدا يغلي نحط فيه كامل المكونات عندي: قارص، سانوج، قرنفل، واش درت؟ قارص، سانوج، قرنفل، عسل يعني، وكامل الأخزامة، كامل المكونات تاعي. نحرك مليح زنجبيل ما ننساش، نحرك مليح ونخليهم يغليو، يعني يغليو حوالي 15 دقيقة نص ساعة، يعني نحسهم طابوا مليح ويكونوا هنا مغلوق عليهم. لازم يكون مغطي عليهم الاناء، عفوا الكاسرونه اللي راني نطيب فيها. كيما نشوف اللون تاعهم تبدل يعني ولا اللون بني، نغلق عليهم نطفي ونغلق ونخليهم حوالي يعني ساعتين او ساعه ونص حتى يبردوا مليح 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 حتى ويطلقوا كامل واش فيهم من فوائد. هنا نصفيهم، عفوا قبل ما يديروا نعطيك برك اللون اللي راني نتحصل عليه، نخليهم يغليو ويكون مغطيه. ما تنساوش تكون مغطيه باه ما نحصل الفوائد تاعها تبقى فيها. هنا هذا اللون اللي راني تحصلت عليه كما تشوفوا اللون البني، لازم يكون عندك اللون هذا. ما تنساوش اللي تحب تزيد الوصفه بزاف وعندها اثر ياسر في الفم تضاعف المكونات. بعد ما ارتاحت ساعتين نصفيها، ناخذ صفايه ونصفيها، ومن بعد نديرها في زجاجه بلاستيكيه. ما تنساوش جميع الفيديو متابعه القناه اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه، وما تنسوش الاشتراك مع مشاركة الوصفة مع الأصدقاء. وصفة فعالة جدا لعلاج أمراض الفم. نصفيها زجاجة بلاستيكية اللي ما عندوش يعني قاعة تاع صغيرة وحنا فريناها. بالنسبة للزجاجة كنحط فيها السائل اللي عندي، نحلها من الفوق باش ما نضرش كل مرة دقيقة نمضمض بها، لازم نحلها. نمضمض بها بعد كل يعني في الصباح، في الليل، في القيلة، في الوقت اللي راكي تحبي تغسلي بها فمك. معليش راح نخلصك من كامل الروائح اللي في الفم وخاصة أمراض اللثة، نهائيا راح تخلصك منها. نغلقها، قلت لي عندوش قرعة يعني فيها قفال كما تاعي انايا محلول، يعاود يحل القفال تاع القرعة وفقط. الوصفة جد فعالة لعلاج أمراض اللثة، يعني معتمدة من كثير من الناس. ما تنساوش جميع الفيديو متابعة القناة، وإن شاء الله تجربوا الوصفة وتخرج عليكم.